اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدو النبي صلى يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده، دي الجولة في شارع خالد بن الوليد. أول لما دخلنا كده لقينا اخواتنا السودانيين بيرسموا الحنة، كانوا بيعملوا لي لايك، وناس زي العسل وبيرسموا حنة جميل جدا. ودلوقتي ابتديت أتجول في شارع خالد. طبعا أنا كنت في اسكندرية وطبعا شارع خالد ده جنبي، فشيء أساسي اللي أنا لازم أنزله. وانا لما نزلته حاولت ان انا انزله بالليل متأخر علشان الزحام، لان المكان بيكون زحمة قوي. زي ما انتوا شايفين هو مليان بقى بياعين وهدوم وملابس وحاجات كتيرة جدا، وشباشب ونضارات وكل حاجة انت عايزاها بتلاقيها متواجدة في الشارع ده وفي المكان ده. بصراحة مكان جميل جدا وتحفة والأسعار رخيصة وحلوة وفي متناول ايدينا يعني بصراحة. زي ما انتم شايفين نازل من الجلاليب بتاعة الأطفال دي جميلة جدا، شكلها شيك قوي. 35 جنيه دي للأطفال، وفي منها للكبار. للي هم يعني السن الأكبر ب55 جنيه، وفي منها للسيدات. زي ما انتم شايفين الدهب الصيني والنضارات، كل حاجة متواجدة في الشارع، بس هو بيبقى زحام جامد جدا جدا. فانا لما نزلته عشان اعرف اصور واعرف امشي فيه، نزلت بالليل متأخر، كانت حوالي الساعة 3 الفجر. وبرضو المحلات كلها شغالة لغاية الصبح، والبياعين والناس وكل حاجة، يعني كل حاجة شغالة، وكأننا الساعة 7 المغرب، الساعة 8 المغرب. زي ما انتوا شايفين كده، تيشرتات الاسعار ما بين 45 و55. كل حاجة هتلاقوها متواجدة في الشارع خالد بن الوليد. كان مصيف جميل اوي والله، انا قضيت كام يوم يعني كانوا يومين حلوين بجد. ده بقى محل ايس كريم اسمه الجوكر، وفي جنبيه فريسكا. بيعملوا الايس كريم قدامك وانت واقفه، بيجهزوه في نفس الوقت، بيحطوا له البودره وبيحطوا له الطعم وكل حاجه، ويعملوه واحنا واقفين. دلوقتي انا هصورها لكم، بس طبعا الناس كانت بتتضايق لما الكاميرا تيجي عليها، فكنت تعبانه جدا في التصوير بجد. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، دلوقتي بحضر الايس كريم، بيعمله خام وبيعملوا على المكنه دي طريقة جديدة بيعملوا بيها الايس كريم، وطعمه تحفة وطبيعي وطعمه حلو جدا. انا خدت الصغيرة، كان سعرها عامل 30 جنيه. ده محل اسمه الجوكر في اول خالد بن الوليد واحنا داخلين. زي ما انتوا شايفين، وفوقيه شاشة عرض جايباه وهو، بصوا اهي، وهو بيصنع الايس كريم. والمحل كمان بيبيع عصاير، يعني عنده عصاير وبيعمل الايس كريم زي ما انتوا شايفين كده اهو. عنده بقى طبعا جميع انواع الايس كريم، بالشوكولاته، بالبريو، بالفراوله، بالموز، بالمانجا. كل الاطعمه اللي انت عايزاها موجوده، فستق، ليمون، اي حاجه موجوده. انا خدت فراوله وتوت، زبادي، يعني زبادي فراوله وتوت، طعم الايس كريم يعني اكتر حاجه انا بحبها. زي ما انتوا شايفين اهو شغال في الايس كريم. طبعا دول بيبقى عليهم زحام غير عادي، بيبقى عليهم زحام غير طبيعي، بس هو عشان احنا متأخر فالحمد لله كانوا رايقين يعني انا لما احب اكل جيلاتي ممكن اقعد ساعة ساعتين على بال ما اعرف اخد الايس كريم بتاعي. اهو عاملين قاعدة اهو، كراسي وقاعدة وناس. اهو الايس كريم. قعدت طبعا انا لغايه لما اكلت الايس كريم، وبعدين اتمشيت تاني في خالد. بصوا بقى بلوزات، والبلوزات ما بين 185 و200 جنيه و250 زي ما انتوا شايفين. ودي محلات فضة، ومحلات دهب صيني، وبترين دهب صيني. يعني بصراحة التجول فيه ممتع، والاسعار حلوة، وتقدري تشتري اللي انت عايزاه. يا رب بس ان شاء الله الجولة بتاعتي تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى وتدعموني باللايك وبالشير وبسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي، قناة يوميات ست البيت. زي ما انتوا شايفين انا ماشية معاكم بفرجكم
رب ان شاء الله بس الجولة تكون عجبتكم. المحلات هناك مليانة حاجات، وكلها حاجات حلوة، وكلها حاجات لو انت محتاجاها تعرفي تشتريها، يعني لو في حاجة محتاجاها تعرفي تشتريها. واليوم ده انا برضو رحت عند حمامة، ده اشهر حلواني هناك في شارع خالد. كلت زلابيا بالشوكولاتة، وطبعا في احمد حسنين بتاع الهريسة، مشهور جدا في اسكندرية طبعا، وليه كذا فرع في اسكندرية. كل مكان في اسكندرية بتمشي فيه تلاقي فرع لأحمد حسنين. زي ما انتوا شايفين الهدوم وأسعارها 65 و75، حاجات جميلة. يمكن هي كمان مش واضحة قوي في الكاميرا. اهو زي ما انتوا شايفين بلوزات وحاجات كتيرة جدا. اهو حمامة الحلواني، انا كنت دخلت قدامه واحد واقف بيبيع ام الخلول وحاجات من دي. زي ما انتوا شايفين الهدوم اهي، انا كنت دخلت اشتريت من عنده الزلابية، اطعم واحلى زلابية تاكليها من عند حمامة، بالشوكولاتة وبالسكر البودرة وبالشوكولاتة البيضة. تحفة بجد تحفة. زي ما انتوا شايفين الشارع فاضي بالليل ازاي، علشان خاطر انا نزلت متأخر قوي، لاني بيبقى زحام غير عادي، وفي تكاتك بتعدي اهي من الشارع. يعني اسكندرية مارية وترابها زعفران زي ما بيقولوا. احلى مصيف انا بحب اصيفه بيبقى في اسكندرية. يمكن اسكندرية اسعارها حنينة ورخيصة شوية عن باقي المصايف. اتمنى ان شاء الله الجولة بتاعتي في شارع خالد تكون عجبتكم ويعجبكم الفيديو، وتطموني وما تنسونيش بقى باللايك وبالشير وبالسبسكرايب للقناة، علشان القناة هتكبر بيكوا وليكوا ومعاكوا. ويا رب ان شاء الله فيديوهاتي تكون بتساعدكم. انا طبعا عايزه اقول لكم ان انا فاصله الفيديو صوت، علشان هما بيبقوا مشغلين اغاني، وبيبقى فيه حقوق طبع ونشر بتيجي على الفيديو، فما كانش ينفع ان انا اسيب الفيديو شغال، مع اني كنت عايزه اسيب لكم الفيديو شغال من غير صوت، بس ما عرفتش خالص في اغاني، ودي غلط على القناه. اهو احمد حسنين بتاع الهريسه، هو ده اللي انا بقولك عليه، اشهر واحد بتاع هريسة وبسيمة ومشبك في اسكندرية، وعنده كذا فرع. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.